السلام عليكم. النهارده فيديو مشتريات. جبت شويه حاجات كده من شي ان افرجكم عليها بقى، هي لسه واصله حالا فهفتحها معاكم كده. هي معظمها حاجات للبيبي بقى يعني. اول حاجه دي توك صغيره خالص زي بنس كده، بس هي الميزه اللي فيها ان هي مبطنه بقماش عشان خاطر ما تعورش راس الاطفال. الاشكال حلوه جدا، مش فاكره والله كان فيها كام، تقريبا كان 15 واحده. آم، بس هي يعني من كل لون واحد، بس يعني الناس اللي هي بتحب تعمل من ناحية اليمين وناحية الشمال. يعني كان في حاجات تانية اغلى شوية. انا اللي انا جبتهم اللي هي لون واحد من كل بنز او كل فيونكة يعني. بصراحة حلو قوي، انا جربته وكان حلو قوي. تاني حاجة معانا ده باكت كده فيه شرابات، المفروض مكتوب عليها ان هي من 6 ل 12 شهر. هم عاملين مقاسات كتير يا بنات، في من 0 ل 6 وفي من 6 ل 12 وفي من سنة اللي بعد كده يعني. هم خامتهم كانوا شتوي شوية يعني، بين الشتوي وبين الصيفي، خامة كده في النص. بس كان سعرهم حلو، مش فاكرة كام، بس انا فاكرة ان يعني كان عليهم عرض حلو، اقل من 100 جنيه يعني، حاجة كده يعني. والوانهم حلوة قوي. كان في الوان تانية ولادي، بس انا اخترت المجموعة دي، حسيتها بناتي اكتر وتمشي على اللبس بتاع بنتي يعني. الوان كده اللي هو الاخضر الفاتح والرمادي والبينك. تقريبا كانوا 5 شرابات. تمام. يعني انا مش عارفة بصراحة هلحق البسهولها في الشتا ده ولا هينفعني في الصيف، هشوف كده. بص دي حاجة برضو شفتها في النت كتير، هي زي علبة كده فيها فرش اسنان ولسان ودروس للاطفال، هي كلها سيليكون. دي بتاعت السنان، ودي بتاعت اللسان، تنفع عضاضة لان هي سيليكون. والتالتة بقى دي بتاعت الضروس. في الاول طبعا الاطفال بتغسل سنانها بمية، وفي كوباية كده تحطي كوباية وبعدين تحطي فيها مية وبعدين تحطي فيها اللي هي الفرشة السيليكون دي. بعد كده بقى بيبقى فيه معجون تاني بقى مخصوص للاطفال، معجون اللي هو قابل للاكل ده. جبت كمان دي معلقة سيليكون، كنت بدور بتتفتح ازاي. معلقة سيليكون في علبة، تنفع جدا في الخروج وحتى في البيت، لان انا كنت صورت لكم قبل كده ان انا جايبه طقم الاكل السيليكون بتاع شي ان، فكان المعلقه بتاعته كبيره شويه. جربت بقى المعلقه دي، في منها بيتباع فرداني، في منها بيتباع بعلبه. بص هو الجزء ده بلاستيك مغلف بسيليكون، لكن هي بس جزء المعلقه هو ده اللي سيليكون، بس اللي فعلا طري قوي. تمام، يعني هي المعلقه مش كلها بتتني، لا هو الجزء اللي هو بتاع فم البيبي ده، هو ده بس اللي بيكون طري يعني. بس هي عموما انا جربتها، هي حجمها حلو جدا، مناسب جدا للاطفال. بصوا دي اللي هي معطر فم. انا جبت اللي هو بالنعناع، كان فيه كذا طعم تاني. هو والله بص هو بيتباع في الصيدليات برضو في مصر، بس انا شفت ريفيوهات كتير حلوة عليه، فانا قلت اجربه يمكن يكون ثابت مثلا، او ريحته حلوة. بس الصلاحية ايه بقى بصراحة معرفش، مش عارفة مكتوب الحاجات دي مكتوب عليها ولا لا صلاحية، بس هي عموما انا شفت له ريفيوهات كتير قوي، فهجربه كده واقول لكم. عشان خاطر بقى لو انتي بتخرجي، لو انتي تعرفين برضو الفم برضو لازم يبقى ريحته حلوة كده دايما، لان انا مبحبش اللبان فبفضل ان انا يعني تبقى موجودة في شنطتي حاجة زي كده. بصوا بقى بعد كده، لو لسه ما عملتيش لايك ما تنسيش تعملي لايك
وسبسكرايب للقناة، ان شاء الله في فيديوهات حلوة كتير. بصوا بقى دي اللي اتخضيت بقى، لقيتها حجمها طلع صغنن خالص. المفروض ان هي آم، زي ليفة كده بتتعاكي بيها كده لجسم البيبي او للراس. بس انا حسيتها اولا انها خشنة شوية، السيليكون بتاعها خشن شوية على ان هو يبقى راس البيبي. آه ثانيا حجمها صغير، فمش عارفة بصراحة هستخدمها في ايه. هشوف كده. تقريبا كانت ب3 ريال يعني ممكن تكون ب45 جنيه حاجة يعني، مش غالية قوي. آه دي برضو ان شاء الله ناوية اجربها واقول لكم ريفيو عنها. ده اللي هو الكاب الشاور. هو فيه كليبس كده عشان يتفتح الاول، انت بتبقي مظبطاها على راس البيبي بالاحزمة دي، وبعدين تعملي اللي هو الكليبس ده. ايوه المية بقى المفروض بتنزل هنا وتروح واقعة بقى، ما بتجيش لا على الودان ولا على راس البيبي. والله في حاجات كتير شبهها كده بتتباع في مصر يعني، بس انا حسيت ان دي مختلفة شوية، قلت اجربها يعني. برضو كان من الحاجات اللي فيها ريفيوهات كتير، بس مش عارفة مين احلى. يعني الموجودة في مصر ما بتبقاش سيليكون، بتبقى خامة الفلين، لان انا جبتها قبل كده. بس انا كنت بعتها يعني، انا ما استخدمتهاش ليه يعني، كنت عندي بيج وكده فكنت بعتها قبل كده. بتبقى خامتها فلين مش سيليكون. بصوا كمان ده، جبت بنطلون جينز. يعني انا اول مره صراحه اجيب حاجه لبس من شي ان. بخاف جدا من المقاس. هو المفروض مكتوب عليه من 9 ل 12 شهر اهو. فبرضو يعني ايه هجربه اقول لكم. هو عموما كخامه حلو. هي المشكله بقى بتبقى في المقاس، هو مكتوب عليه حاجه و70% قطن. هو عموما خامته تقيله. هو فيه رسومات كده، رسمه السوسته بس هي ما فيهوش سوسته، ورسمة جيوب ما فيهوش جيوب برضو. بس هو عموما شكله شيك يعني، خامته تخينة. ممكن وكمان انا جبت الرجل الضيقة دي بحيث ان انا ممكن اشمره مثلا لبره او لجوه زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تابعوني ان شاء الله ريفيوهات عن الحاجات الحلوة دي، وريفيوهات عن حاجات تانية برضو.